هنتكلم النهاردة عن الثقافة الجنسية لولادنا. أنا عارفة إن الكلمة تخض وإن ولادنا لسه صغيرين وعيب الكلام اللي انتي بتقولي عليه ده، بس صدقوني احنا في الوقت ده محتاجين إن احنا نتكلم معاهم في الموضوع ده. صباح الخير عليكم. النهارده هنتكلم عن الثقافة الجنسية لولادنا، ايه اللي نقوله لهم وايه اللي ما نقوله لهمش. في 3 مواضيع مختلفة بالذات في الموضوع ده او بتتفرع من الموضوع ده. تعالوا نتكلم على اول حاجة فيهم، ازاي نفهم ولادنا ان جسمهم دي حاجة بتاعتهم، وان المفروض ان في قوانين لجسمكم ده المفروض ان انتم ما تتخطوهاش. اول حاجة لازم نفهمهم ان هم ما يقعدوش على رجل حد، ونفهمهم ليه. لا، احنا ما بنقعدش على رجل حد يا ولاد غير حجر ماما، حجر بابا، حجر نانا، او الحد اللي متواجد في البيت اللي انتوا اوريدي مدين له الامان. ما ينفعش حد يدخل علينا الحمام، الحته دي او الحته دي بتاعتنا، ما حدش ينفع ان هو يلمسها، ولو حصل ان حد لمسها تعالي وقولي لي، وما نتخضش وما نوريلهمش ان الموضوع ازاي حد يعمل فيك. لازم تبقوا هادين عشان ده ممكن يسبب لهم خوف بعد كده، انهم يخافوا حتى يجوا يتكلموا معاكم. اول حاجه لازم نقولها لهم قبل ما نتكلم على المواضيع دي كلها، لازم نكلمهم ان في حدود، انه ما يتكلموش مع اي حد غريب. بس للاسف ساعات المواضيع ما بتجيش من حد غريب، تيجي من حد قريب وقريب جدا ساعات، للاسف مع الاسف جدا. فلازم برضو بعد لما نفهمهم موضوع ان ما نتكلمش مع حد غريب، نفهمهم ان مهما حصل الناس اللي حوالينا قريبه لينا، لا، في حاجه اسمها ان ده جسمك انت لوحدك، جسمك انت لوحدك، المفروض ما حدش يلمسه. هنتكلم زي ما قلت لكم تاني، ما تقعدوش على حجر حد، ما تاخدوش حلويات من حد، ما حدش يدخل عليكم الحمام. حاولوا تعلموهم ان هم يبقوا عندهم حته الاندبندنسي، ان هم اللي يقدروا يدخلوا الحمام لوحدهم، او حتى لو انتم مش عايزينهم يعني يتشطفوا، ممكن لما يرجعوا من المدرسه او لما يرجعوا الحضانه تحموهم كلهم على بعضهم. بس برضو ما تزودوش في حته مين اللي مسكك، لا، حاولوا الموضوع يبقى سلس معاكم، ما تخوفوهمش. ايه تاني من الحاجات اللي المفروض ان احنا نعملها في الكلام ده؟ المفروض ده على قد ما تقدري انك انت تخليه ليه او ليها حته برايفسي، يعني ليه اوضته لوحده، ليه الحته بتاعت ان هو ده حمامك، ده الوقت الحمام ما حدش يدخل معاك التويليت غير مثلا انا او بابي. حته لما تيجي تستحمى، لا، انت حاول حمله لك مثلا البانيو او كده وانت العب، ولما تخلص قول لي، بس طبعا تحت ملاحظتي. نحاول ان احنا نحسسهم ان لا، الحته دي بتاعتكم. ما نحاولش ان احنا نغير قدامهم ايا يكن، ما نحاولش ان احنا نحسسهم ان عادي ان هم يظهروا وهم مش بالهدوم كلها، لا، ان في اساسيات ولازم ما نتخطاهاش. انا على فكره ناس كتير قالوا لي بلاش تعملي الفيديو ده، بس صدقوني انا اي فيديو بعمله بيبقى نتيجه حاجات كتير انا بشوفها مع الولاد ومع الاهالي. وللاسف احنا دلوقتي في زمن احنا محتاجين نتكلم مع ولادنا بطريقه تحسسهم بالامان، وبطريقه ان هم يعرفوا المعلومه مننا احنا مش من حد تاني. يا رب اكون فدتكم في حاجه زي كده. يا ريت تشوفوا فيديوهاتي اللي فاتت، وبرده هرجع اقول لكم اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو، ولو عندكم اي اسئله خاصه بالفيديو ده، ويا ريت تقولوا لي ايه الحاجات اللي انتوا عايزيني اتكلم عنها. باي باي.